طيب ايه هو اقدم زاحف معروف؟ هنا يجي الجدل. من بين اقدم الحفريات اللي بتعتبر زواحف عندنا كاسينيرا من حوالي 315 مليون سنه، وده كائن صغير ممكن يكون كان بيمثل حلقه الوصل بين البرمائيات والزواحف، بس في ناس بتقول لا مش واضح كفايه علشان نحكم عليه كاول زاحف حقيقي. كمان عندنا الحفريه المشهوره هايلونوموس اللي ظهرت بعدها بشويه، وهي اللي بتاخد لقب اقدم زاحف بجد. طيب السؤال ليه اصلا الزواحف بدات تنتشر؟ الموضوع مش بس البيضه الرهليه، في كذا عامل ساعدهم. اولا المناخ اللي كان بيتغير، لما الارض دخلت في فترات الجفاف الزواحف كان عندها ميزه انها مش محتاجه الميه زي البرمائيات، وكمان قله المنافسه. مع اختفاء بعض الانواع كان في فرص جديده للزواحف تسيطر على اماكن جديده، ولان اشكال جسمهم متنوعه الزواحف الجديده كان عندها القدره انها تعيش في بيئات مختلفه، من البيئات الصحراويه للغابات. طيب هل فعلا الزواحف كانت ساعتها عمالقه وبدات عصر الديناصورات؟ لا خالص. اول الزواحف كانوا صغيرين اقرب للسحالي اللي نعرفها النهارده. الديناصورات لسه كانت بعيده عن المشهد، والموضوع هياخد ملايين السنين قبل ما يحصل التطور اللي هيخلي الزواحف توصل لمستوى الوحوش اللي هتظهر بعد كده.